السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي متابعين طاهر منوعات، كل عام وانتم بخير. خلاص ايام قليلة وهنستقبل اعظم شهر في السنة، شهر رمضان المبارك، الشهر الفضيل. ربنا يعود علينا وعليكم الايام بالخير يا رب، ويصلح حال الجميع ويرزقنا ويوسع علينا ويرفع الغلاء والوباء عنا اجمعين يا رب. شايفين بقى الاكله الجامده دي؟ سلطه رنجه اهيت، سلطه كده بارده كده، مش على البوتاجاز، ما عملناش يعني على البوتاجاز. شايفين ما شاء الله، بالطماطم والفلفل والبصل والتوابل بقى والطحينه، ما شاء الله جميله جدا. يلا ندخل بقى جوه الفيديو ونشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. النهارده بقى الجمعة، وقلت ان بقى نشعبن كده، ناكل كده اكلة زفارة كده قبل رمضان. كل سنة وانتم طيبين، اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. عندي بقى 3 رنجات كانوا عندي في الفريزر، اخر 3 رنجات من الصندوق اللي انا كنت جايباه من مدة كده، وكنت عاملة عليه فيديو زمان. هنا بقى قشرت بطاطس عشان هقليها، حطيت عليها معلقة ملح وخل، وحركنها كده على جنب. هنا بقى قطعت البطاطس والطماطم والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وقطعت بقى عصرت 3 ليمونات طبعا عشان الرنجة وكده. وحطيت برضو كمان خل. قلت اعمل بقى الحاجات دي كده، اقطعهم قبل ما اخلي الرنجة كده ونضفها. يعني انا قطعت الخضار ده كده على بعضه وحركنه دلوقتي. حطيت بقى معلقتين زيت ومعلقتين خل همت، وهنحط بقى كمون، معلقه كده صغيره، معلقه كمون ومعلقه كزبره ناشفه ومعلقه ملح صغيره كده، عشان هتبقى عادبه معايا كده، الخضار ده كله هيبقى عادب. ودي الطحينه اللي انا عاملاها معاكم، بس انا عشان كنت عايزه البرطمان الازاز حطيت الطحينه بقى في البرطمان البلاستيك ده، كان عندي يعني فاضي. قلبت بقى كل الكلام ده كده مع بعض كده وهركنه على جنب، ومقطعه برضو الخيار كده وركناه برضو على جنب. هنضف بقى معاكم الرنجة، هنخليها كده من الشوك كده وننضفها كده كويس. انا بخليها كده بالمعلقة، طريقة سهلة كده وكويسة يعني، بعملها معاكم على طول. قطعنا كده بالمقص كده وفتحنا كده بطنها، بطن الرنجاية، وهنطلع بقى يعني الحاجات اللي في احشائها دي كلها والسلسلة، وهنرمي بقى الراس وننضف بقى المصارين دي. المقص قدامي ومش عارفه ما خدتش بالي، وعملت بقى الراس كده، قطعت الراس كده بايديا. الرنجه بقى عشان كانت في الفريزر تحسوا ان هي طريه كده. يعني انا طول الرنجه غلت، سمعت انها بيقولوا ب75 و80 و85، والله ما اشتريت ولا رنجايه. يعني الصندوق اللي انا كنت جايباه ده كان 4 كيلو، زعلانه قوي ان دول اخر 3. يلا الحمد لله. لو اعرف بقى ان هي هتغلي كده كنت جبت صندوقين مش صندوق واحد. انا عندي ديب فريزر، تلاجة تانية كرياز غير اللي انا بستعملها، اللي هي تشيبة ديت. بحط فيها بقى الاسماك والحاجات الزفارة والثوم اللي انا بفرزه كده في الاكياس. عاملة الفريزر ده كده للزفارة وللثوم، بعيد بقى عن استعمال الفاكهة بقى والخضروات اللي انا بخزنها في الديب فريزر خالص. يعني ما بيبقوا بعيد، يعني ما بيعملوش بقى ريحة ولا جنب الاكل بتاعي يعني. خليت بقى الرنجة كده بالمعلقة، انا بحب اخليها بالمعلقة كده، ما بتسيبش ولا اي حاجة في الجلد كده زي ما انتوا شايفين اهو. هخلي بقى رنجيتين واقطعهم كده قطع صغيرة، واشيل برضو في شوك كده رفيع اللي هو الشوك ده، هشيله كده من الرنجة عشان تتاكل كده على طول، تبقى جاهزة يعني على الاكل. وهنقلب بقى البطاطس اخر حاجة عشان ما تبردش. عشاق بقى الرنجة بقى يجمعوا هنا ويكتبوا لي كده في الكومنتات مين بيحب الرنجة ومين بيحب الفسيخ والسردين والاكلات الجميلة دي. عايزة اقول لكم انا عندي برضو في كيس فسيخ في الفريزر، يعني قلت بقى خليه، مش هطلعه بقى مع الاكلة ديت عشان ما يتبقاش حاجة وكده. خليه بقى اكلة كده ان شاء الله بعد ما نصوم ال6 ايام البيض. ان شاء الله كده نطلع بقى كيس الفسيخ ده، وبرضو تبقى اكلة فسيخ كده لوحدها.
عشان لو كنت طلعت الفسيخ مع الرنجة كان هيتبقى من الرنجة ويتبقى برضو من الفسيخ، فكده احسن. احنا 3 افراد يعني ايه الحمد لله كده ايه، يعني هيكفونا يعني وزيادة. قسمتهم بقى كده على طبقين، هما الطبقين ما شاء الله كبار برضو. الخضار برضو مكتر الرنجة، يعني لو عندك رنجاية وعايزة تتغدي بيها يعني كام نفر ممكن تعمليها بالطريقة دي. حطيت بقى صينية كده على البوتاجاز، حشو بقى الرنجاية التالتة، وطاسة برضو على البوتاجاز فيها زيت اهو. هنزل بقى بالبطاطس كده اقليها، اما بتحط عليها شوية خل كده وملح بتطلع كده ناشفة كده وجميل. النهارده بقى الجمعة، جمعة مباركة عليكم اجمعين يا رب. يعني اخر جمعة كده في شهر شعبان، يا رب رمضان يجي علينا كده وكل بيوتنا كده مليانة كده بالخير والبركة، وربنا يبارك في ولادنا وازواجنا يا رب. ربنا يصلح حال الجميع ان شاء الله. شايفين بقى الرنجة وهي بتستوي حاجة كده ايه جامدة. بنسيبها كده ايه على النار لحد كده ما تفتح كده. شايفين فيها كمان بطروخ كده اللي هو الرمل ده جميل او مرمل بطروخ كده حلوة اوي. الشقة بقى ريحتها بقت ايه رنجة رنجة. سامعين بقى فشطشة. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ سلطة رنجة كده بالبصل والطماطم والفلفل وطبعا التوابل، وقطعنا بقى خيار وقلنا ايه بطاطس كده ايه مقلية اهيت. وطبعا لازم مع الرنجة اللي هو البصل الاخضر، ميحلاش اكلة الرنجة غير بالبصل الاخضر الجميل ده. وشويت بقى الرنجايه دي كده ايه لوحدها. شايفين ما شاء الله مبطرخه ازاي، فيها بطروخ اهي، ده بطروخ رملي اهو. شايفين بيبقى حادق كده وطعمه جميل. وهناكل بقى بالعيش السخن كده. قلنا بقى لازم نشعبن كده ايه قبل رمضان، وكل سنه وانتم طيبين. ايام قليله كده ايه ورمضان يهل علينا. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. احنا المصريين نقولوا ايه هنشعبن، يعني ايه ناكل كده اكلة زفارة قبل يدخل رمضان. طبعا الناس اللي من مصر فاهمين كلامي، عشان اخواتنا المغاربة والبلاد التانية والجزائر والبلاد العربية التانية مش هيفهموا يعني ايه نشعبن. ان احنا بناكل كده اكلة زفارة كده في شهر شعبان كده قبل دخول شهر رمضان المبارك. وفي النهاية اقول لكم بقى اتفضلوا معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.